السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة مستر عبد الرحمن علي. زي ما احنا شايفين دلوقتي بنعمل الأبعاد بتاعة العربية خط مستقيم بنقدر نظبطها بوشنا وبظهرنا علشان نقدر نظبط أبعاد العربية، نقدر نظبط مراياتنا، سنس الدركسيون، أبعاد العربية مع الدبرياج والفرامل والبنزين. زي ما احنا شايفين دلوقتي مستر عبد الرحمن علي بيقدر ان هو يطلع لقدام كويس جدا، انما طبعا اغلبيه الناس بتبقى بالنسبه لها المشكله الوحيده هي الرجوع لورا مش الطلوع لقدام. طيب احنا دلوقتي هنشوف مستر عبد الرحمن بيبدا ان هو يبص في مرايته اليمين والشمال كويس جدا، فبالتالي بيقدر ان هو يظبط نفسه وسط الايماع. ممتاز. يبص في مرايته يمين وشمال. طبعا طول ما انت ماشي محافظ على ابعاد عربيتك، طول ما انت ماشي بالراحه، دركسيونك مظبوط، وده اللي بيميز الشخص المتميز من الشخص العادي. اتمنى له الخير والتوفيق، ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. مع النهاردة مستر عبد الرحمن علي. زي ما احنا شايفين دلوقتي بنعمل الركنة الموازي للرصيف. طبعا احنا بنعملها بالايماع عشان نضمن ان احنا نظبط ابعاد العربية، وما نبقاش فيه خوف ورهبة من ان في عربية قدامنا وفي عربية ورانا وان احنا ممكن نخبط فيهم والكلام ده. لا، احنا بنعملها بالايماع عشان العميل يطلع كل حاجة عنده في العربية، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه خوف عنده. كفايه ان هو لسه عنده في البدايه ان هو بيتعلم وبيستقبل معلومات، فبالتالي ما نرعبوش اكتر عشان ما نسببلوش فوبيا او رهبه او توتر. زي ما احنا شايفين دلوقتي مع مستر عبد الرحمن هيبدا ان هو يطلع بالعربيه الاول واحده واحده من الركنه. زي ما احنا شايفين دلوقتي بدا ان هو يطلع حلو جدا. هيبدا ان هو يطلع خط مستقيم عشان الهدف اللي جنبه اللي هو القمع او وش العربيه ما ينفعش يكسر عليه اول ما يطلع على طول. هيبدأ يطلع، كسر خلاص ناحيتي وبدأ يطلع. هيبدأ بعد كده المفروض يشوف اتجاه دركسيونه مستقيم ولا رايح فين، وبعدين يبدأ يبص على مرايته علشان يبدأ يرجع في نفس الدخلة تاني. هنبدأ نشوف دلوقتي وهو بيبص في مراياته يمين وشمال عشان يحدد القمع اللي جنب الكاوتش بتاعه، أو بمعنى أصح العربية اللي جنبه. هيبدأ ان هو يدخل، هيحدد سواء يمين ولا شمال، والحتة دي بتلخبط ناس كتير، فدايما لازم تبقى مركز اكثر في اتجاه يمين ولا اكثر في اتجاه شمال. الحركة دي بتلخفن ليه؟ عشان في ناس كتير بتلخفن بيقولوا ان هي عكس، هي مش عكس. زي ما احنا شايفين دلوقتي بيبدأ ان هو يبص في مرايته اليمين عشان يشوف الاقماع اللي وراه اللي ظهرت. بص عليه الناحية التانية من الإقماع هنا، الإقماع هنا باينة معاه اهي. هيبدأ طبعا يكسر الدركسيون كله علشان يظبط ظهر عربيته جنب الرصيف. لأن الرصيف ورا بقى خلاص جنب الكاوتش، فمحتاج ان هو يطلع لقدام شوية، طبعا مش كتير. زي ما احنا شايفين اهو بعيد عن القمع تماما. وبعدين يبدأ ان هو يبص في مرايته تاني عشان يظبط ظهر عربيته ورا مع الإقماع، ويظبط الناحية التانية مع الرصيف. دينا بنتفرج هنشوف هو هيوصل ايه. طبعا احنا اتدربنا عليها شوية عشان احنا ما بنتدربش عليها اخر ربع ساعة في الحصة زي ما الناس كلها بتعمل، لا احنا بنعمل لها حصة مخصوص للركن الموازي للركن العمودي عشان تبقى انت متمكن كويس جدا منها. في فرق بين ان انت تعرف تعملها وفي فرق ان انت تعملها بسرعة. احنا دلوقتي بنتدرب ان احنا نعرف تعملها بسرعة. دي بتيجي بقى مع الممارسة مرة واثنين وثلاثة وعشرة لما تتقنها وتبقى ممتاز فيها، فبالتالي العمل عليها كذا مرة هيجيب السرعة. فاحنا في البداية مش عايزين السرعة، محتاجين الاتقان علشان يقدر يظبط معاك كل حاجة. هيبدأ ان هو المفروض
يطلع لقدام شوية. ايوه، هنبص بقى عليه دلوقتي واحدة واحدة. بصينا عليه لقينا ان هو جنب الاقماع وجنب الرصيف. نتمنى له الخير والتوفيق ونخش على التحدي اللي بعده ونسقف له طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر عبد الرحمن علي. زي ما احنا شايفين دلوقتي بنعمل الركنة العمودي على الرصيف مع العالمي لتعليم قيادة السيارات. شعارنا مع العالمي انت عالمي. زي ما احنا شايفين دلوقتي مستر عبد الرحمن علي بيقدر ان هو يطلع الاول من الركنة العمودي على الرصيف. طبعا بنظبطها بالاقماع علشان يبقى فيه تحكم اكتر، مفيش خوف، مفيش رهبة، مفيش اي خوف من العميل ان هو هيخبط العربية اللي جنبه سواء يمين او شمال او اي حاجة. زي ما احنا شايفين دلوقتي مستر عبد الرحمن هيبدأ ان هو المفروض يعدل ظهر عربيته علشان يشوف كويس الاقماع اللي هو هيبدأ يخش عليه. طبعا انا بخلي العميل هو اللي يحاول على قد ما يقدر يغلط وفي نفس الوقت يعملها صح، علشان لما يغلط قدامي او الاخطاء اللي هتظهر قدامي الحق اعالجها له، سواء كان الخطأ ده في الدركسيون، سواء كان في حركة العربية، سواء كان في عينه في المراية. ليه؟ لان هو لما يغلط قدامي هيبقى سهل ان انا اقدر احلها له، انما لما يغلط لوحده هيبقى محتار، يا ترى اعمل ايه، يا ترى ابص فين، يا ترى ادوس ايه. لا، انما انت لما بتدربه عليها كذا مره بيكون الموضوع سهل بالنسبه له. بعد كده انت دلوقتي قاعد جنبه، بكره انت مش قاعد جنبه، فلازم تدربه لبكره مش للنهارده. فمستر عبد الرحمن طبعا بدات ان انا ادربه على ركنه العمودي، خليته يعملها اكتر من مره، واحاول ابين نفسي جنبه ان انا مشغول او بعمل اي حاجه عشان ابين له ان هو لما يفكر فيظهر معاه الدخل احسن، فبالتالي تحكمه يبقى اعلى، فبالتالي يدعي لي بعد ما يخلص، ما يدعيش عليا. لان كل قرش لازم اخده يكون واثق مليون في المية ان العميل استفاد بيه، في نفس الوقت يكون حلال. لان طبعا في ناس كتير دلوقتي الفترة ديت ما بيعملوش الساعة ساعة، يعني ممكن تكون الأكاديمية قايلة ساعة بس الكابتن نفسه ما بيعملش الساعة. فبالتالي أنا بأول ما بركب بفتح التايمر عند العميل عشان يبقى واخد باله كويس جدا إن هو فعلا الساعة هي ساعة. وزي ما احنا شايفين إن العميل بيقدر يبص مرايته يمين وشمال، فبالتالي الاستفادة بتكون استفادة قصوى، فبالتالي الاستفادة ليك وليه بتكون ممتازة. ليك لان انت اديت خدمه العلم، زكاه العلم بتاعتك كويس جدا. بالنسبه لي هو بيكون اتعلم كويس جدا ومش محتاج يروح مدارس تانية، مش محتاج ياخد كورسات تانية، لانه خلاص اتدرب صح، فبالتالي اتعلم صح، فبالتالي هيعرف يطلع على الطريق من غير خوف. مش محتاج كورس ممارسه ولا محتاج ان انا احجز كورس تاني معايا ولا اي حاجه. زي ما احنا شايفين يبدأ يطلع واحدة واحدة. هنا طبعا بتركز في مراياته كويس، لازم مراياته تكون شايفة الإيماع. طبعا هو غلط هنا بس أنا طبعا مش هتكلم، هسيبه يشوف هيصلح غلطه ده. غلط في إيه؟ إن مرايته الشمال بالنسبة له اختفت فيها الإيماع، المفروض ما كانش تختفي فيها، بس هنشوف هو هيتصرف إزاي. هل أنا عرفت أدربه صح ولا كنت بضحك عليه؟ بدأ فعلا يصلح غلطه اهو عشان يظهر الإمام معاه. وهنشوف هيتصرف صح ولا غلط، ادينا متابعين. التجربة خير دليل. طبعا هو دلوقتي قاعد بيركز في مراياته يمين وشمال، وانا قاعد بتفرج بره. مش شرط يجيبها بسرعة، لا بس شرط يجيبها بدقة. انا عندي الدقة اهم من السرعة. ليه الدقة اهم من السرعة؟ لان السرعة دي بتيجي مع الممارسة. مارست مرة واثنين وثلاثة وعشرة والف، فبالتالي بقت بالنسبة لك سهلة. انما عملتها غلط فغلط فغلط فغلط، مهما قعدت تمارس عليها هتفضل برضه غلط. فلما تمارس، مارس على حاجة انت بتعملها صح، ما تمارسش على بداية غلط. ما تجيش تقول مثلا والله انا خدت كورس بره بسعر رخيص وابدا ان انا امارس بقى وخلاص. ما انت لما هتمارس دي هتمارس في عربيتك، هتخبط في عربيتك، هتخبط في عربيات الناس، في ارواح الناس اللي ماشيه على الطريق بره.
يعني حاول تخلي بالك من عربيتك. الصيانه دلوقتي ما بقتش سهله. اقل قطعه فيها دلوقتي مش اقل من 100 150 جنيه. يعني اقل قطعه دي ممكن اتكلم مثلا عن الفلتر مثلا اللي فيها. فيعني خد بالك من عربيتك. الحوادث دلوقتي ما بقتش هينه، سواء في عربيات الناس سواء في عربيتك. في نفس الوقت روح الناس اللي انت ممكن تعرضها للخطر، كل ده بسبب ان انت ما اتعلمتش صح وجازفت بحياتك وقلت ان انا خلاص همارس وهبقى كويس. لا، انا عايزك انت تمارس وانت صح، مش وانت ناقصك حاجات، مش وانت غلط. طول ما انت غلط، طول ما انت بتأذي غيرك، طول ما انت صح، مع الوقت هتبقى محترف، هتبقى عالمي. زي ما احنا شايفين انا قاعد بتفرج عليه من بره، ولا بشاور له ولا بقول له يمين ولا بقول له شمال ولا بقول له اي حاجه. ليه؟ بخليه يعملها بنفسه وانا بتفرج من بره. غلط اصلح له غلطه، انما ما افضلش كله اقول له شويه يمين شمال، اقف، تعالى، روح، هنا هنا. كل الكلام ده كله بيؤدي ان انت بعد كده في الاخر بتطلع عميل محتاج للي يقعد جنبك ويوجهك. اما انا دلوقتي بعلمه ان هو ياخد القرار الصح. ولو انا غلط اكتبوا لي في التعليقات، قولوا لي يا كابتن خالد والله انت غلط، انت بتعلم غلط. انما انا شايف النتيجه وعارف ان انا الحمد لله واثق في نفسي وبعلم صح. اتمنى له الخير والتوفيق، ونخش ان شاء الله على التحدي اللي بعده. طبعا بعد ما اسقف له وتسقفوا لي معايا، لان الجنب اليمين قد الجنب الشمال، ودي مش اي حد بيعرف يعملها. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر عبد الرحمن، مع العالمي لتعليم قيادة السيارات. شعارنا مع العالمي انت عالمي. معانا دلوقتي مستر عبد الرحمن هيحب يقول الريفيو بتاعه. اتفضل. انا استفدت جدا من كابتن خالد. انا في البدايه ما كنتش بعرف اسوق نهائي، هو بدأ معايا من الصفر لحد دلوقتي هو بقيت ماشي في الطريق كويس. خدنا كام يوم في الحصص بتاعتنا؟ حوالي 4 ايام. 4 ايام، تمام. خدنا فيهم ايه ال4 ايام؟ خدنا فيهم بدأنا من اول ما نطلع بالعربيه تاني لحد ما بقيت بمشي في الطريق. وكان ايه المشاكل اللي قابلتك مثلا معانا في الكورس او في التدريب او في المواعيد او في اي حاجه؟ ما كانش فيه اي مشاكل خالص، الدنيا كانت كويسه جدا. ضحكنا عليك او حاجه في الكورس، او خدنا فلوسك ما جيناش؟ لا خالص. حسيت باي تقصير او اي حاجه في الكورس معانا؟ لا. حابب تنصح الناس باي حاجه؟ لازم اي حد عايز يبدأ لازم يجي يبدأ من هنا. تمام. اتمنى لك الخير والتوفيق، ونخش على التحدي اللي بعده اللي هو ان شاء الله نقول لك مع السلامه. السلام عليكم.